مرحبا يا صديقي، هل رأيت يوما هذه الصغار تلعب وتمرح؟ هذه الصغار الجميلة ليست كلابا ولا قططا، بل هي صغار الخنزير البري. نعم، ذلك الحيوان الذي يبدو ظريفا وهو صغير، لكنه يتحول لاحقا إلى أحد أخطر الكائنات البرية على وجه الأرض. الخنزير البري ليس مجرد حيوان يعيش في الغابة، بل هو كائن غريب الأطوار، يمتلك ذكاء مدهشا ويشكل تهديدا اقتصاديا وينتشر مثل النار في الهشيم. في هذا الفيديو سأخذك في رحلة غريبة إلى عالم هذا الحيوان الذي أعلنت بعض الدول الحرب عليه، واكتشفوا كيف تحول إلى وحش غازي يهدد المحاصيل والمدن وحتى البشر. هيا نبدأ. سلالة هجينة خارقة هربت من المزارع في كندا والولايات المتحدة. ظهر نوع جديد من الخنازير البرية يلقب برأس الخنزير الخارق، وهو مزيج من خنازير المزارع الكبيرة وخنازير الغابة البرية السريعة، ونتج عن هذا التهجين كائن ضخم ذكي ينجو في البرد القارس ويصعب اصطياده. جيش من الخنازير يدمر المحاصيل والمدن. في تكساس وحدها تتسبب الخنازير البرية سنويا في خسائر تفوق $1.5 مليار. يدمرون الحقول، يهاجمون مزارع الدواجن، وأحيانا يقتحمون المدن ليلا بحثا عن الطعام. في بعض المناطق باتوا يعتبرون كائنات غازية أكثر خطورة من أي مفترس بري آخر. مروحيات وطائرات بدون طيار لصيدهم. بسبب صعوبة مطاردتهم، أصبحت بعض الولايات الأمريكية تستخدم مروحيات مسلحة وطائرات مسيرة لرصد الخنازير البرية والقضاء عليها. ويوجد حتى رحلات سياحية للصيد الجوي للخنازير البرية، ينقلون أمراضا مميتة للحيوانات والبشر. الخنازير البرية تنقل أمراضا خطيرة مثل الحمى القلاعية، داء البروسيلات، وحتى إنفلونزا الخنازير، ما يجعلها خطرا صحيا حقيقيا على البشر والماشية معا. غزو عالمي من أوروبا إلى أستراليا. أصبحت الخنازير البرية منتشرة في أكثر من 80 دولة، من بينها ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وحتى أستراليا. في اليابان تسببوا في حوادث مرور كثيرة، لدرجة أن بعض المناطق طورت أنظمة إنذار خاص بالخنازير البرية. هي بعض الثقافات رمز قوة وفي أخرى لعنة. في أوروبا القديمة كان الخنزير البري رمزا للقوة والشجاعة في الحروب. في بعض الثقافات الآسيوية يعتبر لعنة إذا ظهر قرب القرية. أما في بعض القرى في الهند فيعتقد أن رؤية خنزير بري تنذر بحدوث شيء غريب أو موت شخص. لكن الغريب في الأمر أن هذا المخلوق لم يعد حكرا على الغابات الأوروبية أو الأدغال الأمريكية، بل حتى في دولنا العربية مثل المغرب، الجزائر وتونس بدأ الخنزير البري يسبب مشاكل خطيرة للفلاحين، يهدد المحاصيل ويقترب أكثر فأكثر من المناطق السكنية. فما الذي يحدث؟ وهل نحن أمام غزو الصامت لهذا الحيوان الذكي والعنيد؟ سؤالي لك الآن يا صديقي، هل رأيت يوما هذا المخلوق في منطقتك أو سمعت عنه في مدينتك؟ شاركني قصتك أو رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك إذا كنت تريد المزيد من هذه الحكايات الغريبة من عالم الحيوان. نلتقي في الفيديو القادم. سلام.